تلقوا حتفهم حرقا، فيما أصيب 22 آخرون بجروح، حالة أحدهم بليغة جراء حادثة سير وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم بالطريق السيار على بعد 41 كيلومتر عن مدينة أكادير. الحادثة نجمت عن اصطدام شاحنة بحافلة لنقل الركاب، مما أدى إلى اندلاع النيران في هذه الأخيرة. روبورتاج العبد النيلي ومبارك زماني. استقبل مستشفى الحسن الثاني بأكادير 11 قتيلا و18 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، 4 منهم حروقهم بليغة. عدد المصابين في الحريق الذي شب في الساعات الأولى من صباح اليوم بإحدى الحافلات بالطريق السيار على بعد 42 كيلومتر من مدينة أكادير. استقبل مستشفى الحسن الثاني 22 حالة، فيهم 4 حالات خطيرة. تم توجيه حالة واحدة ستوجه إلى مستشفى الجامعي بمراكش، بينما استقبل مستودع الأموات 11 جثة. الحريق شب في الحافلة على مستوى منحدر بالطريق السيار بعدما تفاجأ السائق بالنيران التي شبت في الحافلة من الأمام حسب قوله. أنا غادي نقيت تشعلت لي العافية، نهبط فمسك تشعلت لي العافية في الطابلو قدامي. صافي العافيه كثيره، حيت شيت واحد الكاميو غير في الجنب، حيت شيت هو الكاميو اصلا كان معمر الوسط الطريق. وقفت ما بغاوش البيبان يتحلوا لان العافيه تجادات. صافي كنقلبوا، صافي هرت الشجاجه اللي جنبي وبدينا كننزلوا الناس اللي قدينا عليهم اللي ناعسين. بدا نمشي طيطي على شي، خرجت انا، خرج واحد الاخ ديالي، الاخ الاخر جاي في الدرجه بغى يخرج مسكين، جرو هذا السيد توفى في الباب، شدت فيه العافيه، بقى شد فيه العافيه حتى مات. بالنسبه للاخ اللي توفى كاين البارير ديال التروتوار والكار، تخشات ليه رجلو ما بين الكار والتروتوار، طاحت الماكينه والعافيه كان جرو تاع عينا الغالب الله. ومباشرة بعد وقوع الحادث هرع إلى عين المكان رجال الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية بأكادير الذين قاموا بكل الإجراءات الضرورية، كما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث. كثيرة هي